السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي، مرحبا بكم خوتي. اليوم ان شاء الله جبت لكم عشاء ولا فطور خفيف بزاف، تقدروا ديروه نتوما الرجال، تقدروا ديروه نتا العاملات، حاجه فيت فيت نخدم وبزاف بنينه. بسم الله على بركة الله بلا ما نطول عليكم. الحاجه الاولى اللي نقولها لكم دائما ما تنسونيش تشجعوني بتعاليقكم، وايضا هذوك الاعجاب والاشتراك بالقناه اذا كنتم اول مره تشوفوا قناتي. بسم الله وسمحوا لي على الاطاله. عندي زوج حبات تاع البطاطا. الحبه هنايا تاع البطاطا راهي كبيره الله يبارك كما راكم تشوفوا، بطاطا كبيره كل وحده على حسب الاسره تاعها، ولا كل واحد على حسب ما راه باغي ياكل. المهم هنا عندي زوج حبات تاع بطاطا نقيتهم وغسلتهم. هنا الحبه اللي تكون كبيره ما غاديش تقسموها سمحوا لي، ما غاديش تقسموها بالطريقه اللي تقسموه وحده صغيره. هنا كبيره تحلوها على زوج وتبدو تقسموا فيها الى شرائح اللي ديروهم. نقول لكم ما تغلضوهمش بزاف وما ترقوهمش رقاق بزاف، باسكو غادي تندار في لاكوكوط وتذوب معاكم. هنايا قطعتها، شوفوا هنايا السمك تاع الوحده راه متوسط. المهم هنا راهي غليظه شويه، ماشي متوسط، غليظه شويه. هنا الحبه هذه كملتها، وهذه اللي كانت ما كانتش كبيره بزاف غادي نقطعوها هكا دي غونديل ولا الى دوائر بهذه الطريقه، ونفس السمك هكا باش يطيبوا لي كاع في وقت واحد. بعد هذا خليتهم من هي على جهه. غادي نجيب غيسيبيون تاعي، غادي نخدموا واحده التتبيله اللي هي تعطينا ذوق مميز في البطاطا تاع اليوم. عندي الملح على حساب الذوق، عندي نص مغرف تاع الحرور اللي هو فلفل اسود، عندي مغرف صغيره تاع البابريكا الحلوه اللي هي الفلفله حمراء ولا العكري، عندي الكركم ثاني مغرف صغيره تاع كركم، وعندي كيري الدجاج ولا كاري الدجاج ملعقه صغيره، وعندي هنايا عطور تاع الجبن ولا كيري الجبن راهي تباع في المحلات. دائما انا حاجه جديده نعطيها لكم في الوصفات تاعي باش تحوسوا عليها تشروها وتعطيكم بنه ثاني في الاطباق تاعكم. حطيت هنايا الزيت حوالي 5 مغارف كبار تاع الزيت، وحطيت كاس الا ربع من الماء العادي. كاس الا ربع ما يعادل 150 ملل هكا. هذاك الكاس فيه 200 ملل. عند الخلطه تاعها حبسه. كي خلطت كل شيء غايه هذاك التتبيله اللي درتها ولا هذيك لا ماريناد الخفيفه، جبت الحبات تاع البطاطا تاعي ولا الشرائح وغادي نحطهم هنايا، نشربهم ونلبسهم غايه بهذيك التتبيله اللي درناها هكا، ما تجيكمش صامته وتجيكم بنينه ومنكهه ما شاء الله. هنا بعد اللي حطيت كل الكميه غادي نجيبو نحطوها على جهه ونجيبو لا كوكوط تاعنا نخدموها حتى هي. كوكوطه تاعي عاديه هذه اللي توفر في كل البيوت الجزائريه، اغلبيه تاعكم عندكم هذه الكوكوطه. ان شاء الله تنولي نحط لكم وصفات في الكوكوط مينوت باذن الله تعالى. جبت هنا قطعه تاع زبده اللي هي شويه تاع دهان، حوالي هكا نص مغرف كبيره تاع الدهان، مسحت بها غايه الكوكوطه من تحت باش ما تلصقليش من بعد البطاطا. نجيبو الحبيبات تاع البطاطا تاعنا نستفوهم، هنا نحط فيهم كيما هكا، ومن بعد غادي نعاود كاع نستفهم، ما تخلوهاش وحده مرتخه فوق وحده، لا ستفوهم باش من بعد كي تبغوا ترفدوهم وتحطوهم في البلاط تاعكم ولا الطبق التقديم ما تنغبنوش ويكون الطبق تاعكم مستف غايه. زدت كبيت فوقها كاع هذيك التتبيله كما راكم تشوفوا. وهنا جينا للطياب تاعها. الطياب تاعها مهم جدا. غادي تبلعوا الكوكوطه تاعكم هنا، ديروا لها البوشون وتحطوها على نار الاولى قاويه. كي يبدا تصفر لكم هذيك الصفاره ولا داك البوشون تاع الكوكوطه، كي يبدا يصفر غادي تنقصوا النار الى هادئه تماما، غادي تنقصوا لها كاع وتقعدوا كل 2 دقائق تحركوها هكا. المده تاعها 10 دقائق تكون طايبه، لكن تحركوا هكا كل 2 دقائق باش ما تلصق لكمش. بعد اللي طابت لي هنايا حليت على الكوكوطه تاعي، طابت ما شاء الله راهي زبده. غادي نوريكم بلي طابت لكم وطيب لكم وقت قلت لكم 10 دقائق تكون طايبه. شوفوا هنا ما شاء الله راهي طايبه. هنا انا فقط نزيد لها اضافه اللي هي الجبن، ندير لها نبشر فوقها الجبن. هذا الجبن اللي قلت لكم بزاف خدموا به، الثمن تاعه رخيص وعملي بزاف، النتيجه تاعه رائعه جدا. شيدار نوعيه ثانيه راهي تباع في المحلات، تلقوا في اخر الفيديو التصويره تاعه ولا الصوره تاعه، شوفوها شروه فيه 2 كيلو الثمن تاعه بزاف رخيص. هذا اللي خدموا به لي بيتزيريا وكل شيء. هذا تاع الجبن التجاري، ميم اللي خدموا الطلبيات خدموه يذوب، حاجه فوربل بزاف. غادي نبلع على الكوكوطه هنايا غير هكا بلا بوشون، ولا غير نخليها هكا حتى يذوب لي هذاك الجبن. تقدموه مع رشه تاع معدنوس تاكلوها بالصحه والهنا. شتو ساهله خفيفه وبزاف بنينه بهذيك التتبيله. وهذا هو جبن الشيدار اللي قلت لكم عليه. ان شاء الله فتكم. استودعكم الله الذي احبكم فيه، والسلام.